السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي يستهل مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا ال 13 إن شاء الله للأهلي خارج ملعبه، والفوز على إيجل نوار البروندي بنتيجة 1-0 بهدف لا شيء. طبعا كلنا شفنا التشكيلة اللي كان نازل بيها سوارب أو سورب أو التورب اللي زي ما تنطقوا انطقوا. محمد الشناوي في حراسة المرمى، قدامه ياسر إبراهيم وياسين مرعي، على اليمين محمد هاني، على الشمال أحمد نبيل كوكا، قدامهم مروان عطية واتنين، قدام مروان عطية محور ارتكاز، قدامه اتنين محمد علي بن رمضان وتريزيجيه، على الشمال أشرف بن شرقي، على اليمين أحمد سيد زيزو اللي كان عامل جبهة موت الموت الموت النهاردة هو ومحمد هاني خصوصا في الشوط الأولاني، وقدامهم محمد شريف اللي مستواه متراجع الفترة ديت مش عارف ليه. وده يخلينا نقول أول صفقة تعملها في الميركاتو الشتوي مهاجم يعوض وسام أبو علي، غير كده وباك شمال. عندنا أحمد سيد زيزو النهاردة أدواره باينة في الملعب، استخلاصه للكورة، الأوفرات اللي بيعملها، كان عامل جبهة نار النهاردة مع محمد هاني في الباك اليمين. وعندك كذلك اشرف بن شرقي، ده يا جدعان لعيب مزاجه عالي قوي، الواد ده بيلعب الكرة لمزاجه، ما بيحطش نفسه تحت ضغط، مش في دماغه اي حاجه. ده اللي عجبني في اشرف بن شرقي، هادي راسي، انت فاهم. بص بيلعب الكرة لمزاجه، هرقصك، هجيبك لجوه هاخدك لبره ما بعصبش نفسي. خد انذار، حد عمل معاه فاول، حد شتمه، حد ضربه، ما بيعصبش نفسه خالص. بيلعب الكرة للكورة وهو انا احب اللاعب اللي كده، ما تحطش نفسك تحت ضغط، العب الكرة للكورة. ده اللي انا بقوله دايما على طول للعيبه النادي الاهلي، العب الكرة للكورة، 1+1 يساوي 2، هي الكورة كده. هتخاف بقى وتكش وبتاع وتعصب نفسك، الكورة مش تديك. اجتهد والعب الكرة للكورة تديك، الكورة بتحب المجتهد. فوز مهم للنادي الاهلي في مباراة الذهاب، مباراة الاياب كمان اسبوع على استاد القاهرة. ان شاء الله الفرقة دي فرقة يعني متواضعة على قدها، الاهلي يخبطها 3-4 هنا، 9 الدور ال 16، وان شاء الله البطولة دي اهلاوية. والماتش النهارده كان بنسبة كبيرة سهل للنادي الاهلي، بس كان النادي الاهلي ظهر بمستوى جيد، ولسه شغل المدرب لسه ما بانش، وهنصبر على المدرب ومش هنحكم عليه الا كمان شهر. والف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، وان شاء الله